ها جميع أضلاعه متساوية. طول ضلعه كام؟ نعد مع بعض. طول ضلعه كام يا ترى؟ ها؟ 4. نعد طول الضلع 1 2 3 4. 1 2 3 4 صح؟ 4 طول الضلع. 4 طول الضلع. يصير مساحته كام؟ 16 زي المربع، لأن مساحة المربع قلنا هي طول الضلع ضرب نفسه أو مربع طول الإيه؟ الضلع. فلو عملنا هذا مربع طول ضلعه شنو؟ ها؟ س تبقى مساحته س يا شباب. س ايه؟ صح؟ إذا كان ده طول الضلع يبقى ده عبارة عن الإيه؟ عن المساحة. تعال نعبر عن المساحة الأولى إن إحنا هنكتب كام يا شباب؟ 4 أس كام؟ 2. تمام؟ 4 أس 2. تعال نشوف المساحة الثانية. أيضا منطقة إيه؟ ها؟ مربعة. طبعا منطقة مربعة. يا طالع هنا نوافذ. كل ده هتشوفه في الفيسبوك يعني بس هنا ركز عشان صوتك حلو. طلع لا خلينا نركز. ها؟ الأربعة أيضا كام يا شباب؟ 2 أس كام يا شباب؟ 2. أنا شنو أستنتج؟ عايز أستنتج شلون أحلل الفرق بين مربعين. كلمة فرق معناها أحط هنا يا شباب ناقص ولا زايد؟ ناقص. صح؟ نحط ناقص. عايز أستنتج يا شباب شلون أحلل 4 أس 2 ناقص 2 أس 2. تمام؟ يلا ركز كده معايا. هنعمل إيه؟ هنقول يساوي تعالى نسحب من المنطقة الكبرى ما يساوي المنطقة الايه؟ الصغيرة. صح؟ ما يساوي عشان نشوف هيتبقى كام. هيتبقى كام يا فواز؟ طالع معايا. طالع معايا يا فواز. فين المنطقة يا شباب الصغيرة؟ ادي المنطقة دي سحبناها. خلاص؟ سحبناها. اللي هي تكافئ صح؟ يبقى هو ده الباقي، ده ازاي؟ تعالى نشوف كده يبقى النتيجة كام؟ نشيله نسحب هم ده الباقي يا شباب. يبقى الكلام ده بيساوي صار بهذا الشكل. صح؟ مش ده الباقي؟ مش ده الفرق بينهم؟ الأولى كانت 4 أس 2 يعني 16. الثانية كانت 2 أس 2 يعني 4. لو طرحنا 16 ناقص 4 صار كام؟ 12 صح؟ تعال نعدهم هم فعلا 12. 3 1 2 3 4 تحتهم 4 8 وده كام؟ زين. عايز اعبر عن الشكل اللي قدامي ده احطه في شكل منتظم اخر. اقدر احسب مساحته. اقدر احسب مساحته. لو انا حطيت نزلت ده كده يا شباب صار الشكل اللي قدامي ايه؟ مستطيل. برافو عليك. صار الشكل مستطيل. زين. نقدر نفتكر مساحة المستطيل. تعال نشوف مساحة المربع مرة ثانية. مساحة المربع كانت بتساوي س أس كام؟ 2. ده إذا كان طول ضلعه س. طب ومساحة المستطيل إذا كان طوله س وعرضه إيه؟ ص. يبقى مساحة المستطيل بتساوي س ضرب ص أو س ص. برافو عليك. مين شاطر يقول لي المنطقة اللي قدامي دي؟ تبقى مساحتها كام ضرب كام؟ كام ضرب كام؟ كام طولها يا سعد؟ برافو واقف يا سعد كده. طالع مع زميلك يا شباب. سعد بيقول لك ان الطول صار كام؟ 6. برافو عليك. والعرض صار كام؟ 2. قدام عينيا 2 اهو. 6 ضرب 2 يساوي 2. طيب وصار برافو عليك يساوي 12. مشكور. طيب منين حصلنا ال6 ومنين حصلنا الاثنين؟ تعالى شوف. تعالى شوف. تعالى شوف. هو طول ضلع المربع كام؟ 4. صار ضلع المستطيل كام؟ 6. زاد ولا نص؟ زاد كام؟ 2. برافو عليك. يعني ال6 دي اقدر اكتبها 4 زائد شنو؟ 2. صح ولا مو صح؟ صح. تمام؟ بعد الاثنين تعال شوف طول ضلع المربع كام؟ 4. المربع الصغير. طب المربع اللي بعد المربع الكبير 4 والصغير 2. طلع العرض هنا كام؟ 2. شو العلاقة بينهم؟ يا ترى 4 زائد 2 ولا 4 ناقص 2؟ جمع 4 زائد 2 طلعت 2. لا طرح. صح؟ طرح. صار الطرح 4 ناقص كام؟ 2. طالع يا شباب. شوف شنو وصلنا عشان نستنتج القاعدة.
وين وصلنا؟ 4 أس كام؟ 2 ناقص 2 أس 2 تحليل زي الإرهام خدناه واخدينه في الحلية الثلاثية قبل. فعشان أعمل عملية تحليل كنت بفتح إيه؟ تعالى نشوف شو صار. شو صار؟ هي الأربعة دي أصلها إيه؟ 4 ضرب كام؟ 4. شو سوينا في القوسين؟ وزعنا توزيع. واحدة هني صح؟ واحدة هني. مشكلة دي؟ لا مو مشكلة. يا فهد الاثنين تربيع اصلها ايه؟ ها؟ 2 ضرب كام؟ ضرب 2. نفس الشيء. وزعت 2 في 2. والإشارة السالبة احنا اتفقنا من امس الإشارة السالبة دايما ايه؟ ها؟ سالب ضرب سالب. الإشارة السالبة سالب ضرب ايه؟ ها؟ موجب صح؟ الإشارة السالبة بتحل الإشارتين واحدة سالب واحدة ها؟ موجب. نفس اللي احنا كتبناه كنا بنقول موجب اما موجبين او سالبين صح؟ او سالبين. امتى خدناهم موجبين؟ امس فاكر؟ لما كان مين يا شباب؟ الاوسط شنو؟ اوسط سالب. موجبين امتى؟ الاوسط ايه؟ موجب. قلنا الشيخ اللي ايه؟ شوف مينه؟ شوف مين اللي قلنا عليه؟ ها؟ شوف الجبير انا ناسيان ناسيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا السلبين من ده إذا كان الأوسط إيه؟ ها؟ سالب. إذا كان الأوسط سالب. من هنا يا شباب عايزين نستنتج القاعدة. عايز ولد شاطر يستنتج القاعدة. بدل ما نقول 4 أس 2 وس أس 2 افرض أنا بقى حطيت س أس 2 صاد أس 2 شلون أحللهم؟ ها؟ مين شاطر؟ عايزك تركز. عايزك تركز احنا على الهواء على طول. صح؟ يلا قوم يلا. ها ركز مع زميلك يا شباب. السين والسين تحلل ها؟ السين ضرب سين. برافو عليك. شوف يا شباب عايزك كده على طول مع تحليل فرق مربعين. السين تربيع حللها س ضرب ايه؟ سين. برافو عليك. ها صاد تربيع صاد ضرب صاد. جميل صاد ضرب صاد. ها يلا عبي الاقواس. ها نفتح قوسين. نحط سين سين وهنا سين صاد. سين ضرب سين. تمام. ها صاد وصاد صاد ضرب صاد. والاشارات مره موجب ماشي يا شباب. مره زائد مره ايه؟ ناقص. طبعا يا شباب ما يضرني اخد واحده السالب الاول او الموجب ما عادي. صعب الكلام ده يا شباب؟ لا مو صعب. مشكورين. اتفضل. هنعرض برضه مثال كمان على اللوح. هنعرض نفس الشيء يا شباب. ثبت معلوماتنا.